ياسر عباس داخل حميان، مش شايف الفضاء، حامل شنطته وبقول لك بدي ابلش اشتغل. خلاص صار موظف بشكل رسمي، الحين معاه عقد دائم ثابت الحين في هذه المزرعة، موظف إلى مسمى وظيفي في هذه المزرعة، مش زي قبل هيك يعني ما بينفعش. اليوم معاه أوراق رسمية، فدخلت القوية بقول لك بدنا نقوي حركة فتح قد ما بنقدر. هو عشان مدني محمود، احنا فلاحين. قد ما بيقدر بده يقويها. ياسر وضح كيف بدك تقويها. ياسر دير بالك حدا يفهمك غلط. يعني ايش بدك تسلح حركة فتح وترجع الكتائب مثلا، ترجع عهد فرسان الليل، عهد رائد الكرمي اللي كان ينيم المستوطنين ما كناش نشوفهم في الشوارع؟ ما هو وضح. ولا بدك تشرك الحركة في أمن وحماية وطن زي هذاك رجب الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الحملة اللي قامها على مخيمات شمال الضفة في طول كرم وجنين تحت حجة أمن وطن وحماية وطن، وفي الآخر سلمها للاحتلال؟ ما هو وضح. ولا بدك تستغل اسم فتح وتاخذ براند جديد لشركاتك تضيفها هيك، فتح الاستثمارية؟ طب يا ياسر خلينا نجربك يا ياسر. هي سموتريش وافق، حط خطة للتهجير الفوري لسكان قرية الخان الأحمر اللي عددهم 200، مش لأن عددهم 200 يعني أقلية. طلع الورا ال 200 هذول 16,000 دنم، سموتريش طمعان إنه يستولى عليهم. خطة تهجير فوري. وفي القدس بالأمس صادقوا على تهجير 50 عائلة من المناطق السكنية في حي باب السلسلة. ولا القدس صح غير معنية؟ يا أخي مالنا ومال القدس. أنا برجع وبقول القدس صح، أبوك يا ياسر قال إحنا مالنا ومال القدس. فبدنا نجربك يا ياسر، أنت داخل بمسمى وظيفي جديد وحميان. يلا قوينا فتح قد ما بتقدر، بس مش أنت تقوى على ظهر فتح وتستفيد من اسم فتح زي ما بعت أموال فتح وأموال منظمة التحرير في لبنان.